اذا الاخوات ها هي من بعد ما مخط القهوه مزيان شفتوا طلقات ليا واحد الرغوه من الفوق. انا كتعجبني سبحان الله ديك الرغوه كتجيني بنينه، فغادي نضيف عليها كميه الحليب وغادي ناخذها مع لي غوفر. يعني اكيد هذه غتكون يعني ضروري طبق معاه يعني بروتين، يا بيض يا مكسرات يا الحامية دجاج، يا شوفوا نتوما شنو بغيتو، لان خصها تكون خصو يكون طبق يعني غني بروتينات ودهون. نتمنى ان شاء الله يعني الوصفات اللي حاولت نجمعهم في وصفه واحده باش ندير فيديو واحد طبقوها وتنال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نبارطاجي معكم الوصفه ديال حليب اللوز. المهم حليب الكوكو اولا جوز الهند كان دار شويه نجوى، بقى خاصنا الحليب ديال اللوز، فانا غنبارطاجيه معكم. يعني هذا يمكن تدخلوه في الحميه ديال الكيتو، ديروا به يعني قهوه، ديروا به نيسكافي، ديروا به الكيك، ديروه مع لافوكا كعصير. في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا القياس ديال اللوز 3 المرات الماء. يعني مثلا درتو زلافه ديال اللوز ديروا 3 زلايف ديال الماء، درتو كاس ديال اللوز ديروا 3 الكيسان ديال الماء. هذا اللوز هذا يا اما غادي تخليوه بقشرته يا اما تقشروه، انا فضلت انني نقشرو. المهم هو انه خاصو يبات ليله كامله في الماء. هذاك الماء نصفيوه وعاد نعاودو نستعملو داك اللوز. غادي نستعملو كيف قلنا ماء معدني اولا ماء الصنبور، نتوما والاختيار ديالكم. واحد القبيصه ديال الملح هكا باش كنعطيو واحد شويه ديال البنه واللذه. فغادي نطحن انا في الترموميكس، نتوما كنعرفوا ترموميكس يعني تيطحن مزيان وتيسحق مزيان. نتوما يعني اللي عندكم مولينكس غديروا مولينكس، طحنوه مره وجوج وثلاثه حتى توصلوا للنتيجه اللي بغيتو. فغادي ندير اللوز، غادي نحاول نهبط اللوز كامل. غادي ندير 3 القياسات كيف قلنا ديال الماء، جوج، 3. غادي نديرو قبيصه ديال الملحه وغادي نطحن. غندير 20 سكوند وغادي ندير اذا الاخوات من بعد ما يتطحن مزيان حليب اللوز، نتوما شوفوا الدرجه اللي بغيتو، من بعد غادي ديروا غادي تصفيوه وغادي تحتفظوا به يا في الثلاجه يا تستعملوا ديك النهار. المهم ما كياخذش واحد الوقت طويل ويبقى. اذا غادي نصفيوه ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. الاخوات من بعد ما طحنت هذا حليب اللوز مزيان تبارك الله تيرموميكس يعني تيسحقو مزيان، ما تيخليش ديك كاع فين تصفي. المهم نتوما صفيو على حسب النتيجه اللي خرجت لكم. فها هو اش كيدير خاطر وعاقد. المهم تصوبوا به لي كيك ديالكم، تصوبوا به مثلا شي مشروب ساخن، حليب بالشوكولات، تصوبوا به نيسكافي، عصير ديال لافوكا، اي حاجه تنستعملوها في الحميه ديالنا ممكن تدخلوا فيها حليب الكوك. ان شاء الله غادي نشارك معكم يعني شنو نقدر ندوز معاه كيك تكون شي طبق هكا خفيف، وغنبارطاجي معكم الوصفه. نتمنى تجربوا هذا الحليب هذا وشكرا. السلام عليكم الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نبارطاجي معكم واحد نقولوا تقدروا ديروه كيك، تقدروا ديروه على شكل ديال لي غوفر
اولا تقدروا ديروها حتى على شكل ديال كريب. شوفوا نتوما شنو بغيتوا بالبقايا اكيد ديال هذاك البودره ديال اللوز اولا اللوز اللي كنت صوبت به الحليب، فبقات ليا هاد البودره ها هي كيف جايه على شكل ديال عجين بقات. فهذه يعني ما غاديش نضيعوها، ممكن اننا نستغلوها في الوصفات ديالنا في هكا. دابا انا غندير بها واحد لي كوفر، نتوما تقدروا ديروا بها اللي بغيتوا، يا كيك يا لي كوفر هكا يا كريب. المهم غادي نحتاج لديك البودر ديال اللوز اللي بقات لي اولا العجينه ديال اللوز اللي بقات لي. غنحتاج واحد شويه ديال الكوك، معه واحد القريصه ديال المليحه، معه واحد 2 معالق ديال الزبده حيوانيه غادي ندوبها في بان ماغي مع هاد الشوكولا هادي نوار يعني فايته 92% ديال الشوكولا نوار. غادي نحتاج لواحد البيضه، غنحتاج لشويه ديال لافاني يعني سائله ها هي ما فيهاش السكر. غنحتاج الستيفيا كمحلى، وغنحتاج واحد معلقه ديال الخميره الكيميائيه، وغنحتاج واحد الاناء فاش نخلط. واكيد غنديرو في لاباري ديال لي كوفر، نتوما ممكن ديروه فاش ما بغيتو. اذا الاخوات هنا حطيت هاد البيضه، حطيت معاه شويه ديال الستيفيا. غادي نخلط انايا كلشي دقه واحده، غادي نخلي غير الزبده هي الاخيره. بالنسبه للشوكولا فضلت انني ما ندوباش، كنت غندوبها في النبره مع الزبده، مي فضلت انني ما ندوباش. غادي اللوحه هكا تجيني بحال بيبيت شوكولا في وسط هاد لي كوفر. دابا غادي نخلط البيض مع الستيفيا، غادي نزيد واحد 2 معالق ديال الكوك، غنزيد واحد 2 معالق ديال البودره ديال اللوز اللي بقات لي. ومن بعد غادي الى جاني يعني الخليط عاقد بزاف نطلقو بشويه ديال الحليب ديال اللوز، ما كنتش ذكرته معكم في الوصفه في النوبل الاولى في المقادير، ها هو حطيته حدايا. غادي ندير شويه ديال الفاني باش نحيد الزفوريه ديال البيض، ومن بعد غادي نكمل معكم بقيه الوصفه. اذا الاخوات هاني خلطت غير بالمعلقه، احتاجيت لا فويله حتى حاجه. ها هي زدت واحد نقول واحد 3 معالق ديال الحليب ديال اللوز. ها هو زدت واحد 3 معالق ديال الحليب ديال اللوز، هما اللي زدتهم باش طلق شويه هذا الخليط. الزبده الحيوانيه ها هي عندي دايبه، غادي نضيفها هي الاخرى. درت معلقه ديال الخميره الكيميائيه درتها. انا غنخلط مزيان، دخلت الزبيده مزيان في هذا الخليط هذا، ونخليه يشرب شي شويه، ومن بعد عاد غادي نكمل معكم الطريقه يعني كيفاش غنطيب هاد لي كوفر وكيفاش غادي الاخوات. هاني قسمت هاد الخليط على جوج، غنحاول كل بارتيه غنقسمها على جوج. انا غنوريكم كيفاش. غادي نحط هنا، غادي نحاول انا كنصور وغندير هاد الشوكولا هنا، وغادي نعاود نغطي باش هكا الشوكولا ما يجيش لي منه لاباري ويتحرق. كنعتذر كيتسحبني كنصور. المهم غادي نعاود معكم. هكا غادي ندير ما بقيه من الشوكولا هنا. علاش؟ لان بغيت الشوكولاط يجيني من يعني فوق لاباري يتحرق. غادي نحاول نغطيه، كنتمنى تكون بانت لكم الصوره. المهم غادي نحاول نغطي هذاك الشوكولا كامل، ومن بعد غادي نسلق. اذا الاخوات هاني حطيتهم، هاني غنسد عليهم لاباري، وغادي نخليهم يعني حتى يتحمروا مزيان، ومن بعد غادي نحل لاباري نشوف واش يعني تحمروا من الجويه كاملين، يعني من الجويه كامله، وعاد من بعد نكمل معكم بقيه الوصفه. اذا الاخوات ها لي كوفر راهم واجدين، ها هما محمرين. ها هما. المهم راه شاج غير بشويه، نحطوهم على شي هكا يسويتو يعني كارت هكا باش ينشفوا، خليهم حتى يبردوا،
ومن بعد غندير لهم تزيين خفيف، يعني غير شوكولا من الفوق. نقدر ما نديرش كاع شوكولا. عندكم دي فخوي بحال مثلا فخيز ولا فرومبواز ولا تقدموهم معاهم، انا غنخليهم بحال ما هكا. بغيت ندير فوقهم الشوكولا غادي ندير، ما بغيتش راه غادي نخليهم هكاك. غادي نبارطاجي معاكم حليب اللوز، كيفاش غادي يعني مثلا نحصل على واحد القهوه اللي غادا تمزكني كيف كنقول، اولا غتنعشني. غنوريكم غير الطريقه كيفاش غادي نخلط ديك القهوه، يعني الطريقه القديمه اللي عندي المعتاده اللي كانت عندي من زمان، ونحاول نطبقها مع حليب اللوز ونشوف واش غتجيني نفس النتيجه ولا لا. ان الاخوات هذه القهوه ديالتي المفضله هي غنبارطاجيها معكم. غنديرها اليوم بحليب اللوز. فغليت حليب اللوز، واحد الكميه ديال حليب اللوز، درت واحد القريعه هنايا، درت فيها شيكوري. نتوما ممكن ديروا نيسكافي، يعني هذه كانت هي يعني القهوه المفضله عندي بهذه الطريقه هذه. فغادي ناخذ شويه ديال الحليب ديال اللوز، غنحاول نطبق نفس الطريقه اللي كنت كندير من قبل، غير شويه مع داك الشيكوري. نتوما تقدروا ديروا نيسكافي. غادي نسد هذه القرعه هذه مزيان وغادي نمخضها، يعني حتى تولي على شكل ديال كابوتشينو ولا بحال ما هكايا. المهم كابوتشينو كذاب، ماشي حقيقي. ومن بعد عاد غادي نخوي يعني في الطاس اللي غادي ناخذ فيه، وغنزيد بقيه كميه الحليب اللي باقا خاصاني، وغادي نتناولهم مع ديك لي كوفر ديالي. اذا الاخوات ها هي من بعد ما مخط القهوه مزيان، شو طلقات ليا واحد الرغوه من الفوق. انا كتعجبني سبحان الله ديك الرغوه، كتجيني بنينه. فغادي نضيف عليها كميه الحليب، وغادي ناخذها مع لي غوفر. يعني اكيد هذه غتكون يعني ضروري طبق معاه يعني بروتين، يا بيض يا مكسرات يا اللحم يا دجاج يا شوفوا نتوما شنو بغيتوا، لان خصها تكون خصو يكون طبق يعني غني بروتينات ودهون. نتمنى ان شاء الله يعني الوصفات اللي حاولت نجمعهم في وصفه واحده باش ندير فيديو واحد تطبقوها وتنال الاعجاب ديالكم.